الحل الوحيد اللي هينقذك من ساعات الانتظار في البنك الاهلي انك تدخل على موقع البنك الاهلي وتختار الخدمات الذاتيه وبعدها حجز موعد بالفرع. هيفتح لك صفحه تانية. اول حاجه شريحه العميل، بتختار فئتك من ضمن العملاء، يعني عميل بنك اهلي او عميل جديد او من ذوي الاحتياجات او كبار سن او غيرها. 2، بعد ما بتختار الفئه بتكتب الرقم القومي ورقم تليفونك، ولو انت مش عميل في البنك بيكتفي برقم تليفونك بس، وبتدخل ايميلك وبتختار القسم اللي انت عايز تروح له زي خدمه العملاء او الخزنه او الاستقبال. 3، تختار الفرع اللي انت عايز تروح له، لو انت عايز تروح فرع معين ممكن تكتب اسم الفرع في اوبشن اختيار الفرع. 4، بتختار التاريخ والوقت اللي انت عايز تروح فيهم بالظبط. خد بالك هناك لازم تكون موجود بالدقيقه لانهم هيلتزموا بالميعاد اللي انت اخترته. بعد ما كل الخطوات دي تخلص هيبعت لك رساله على رقم تليفونك فيها كل البيانات بتاعتك، واول ما هتوصل هتسجل انك وصلت بطريقه من الاثنين، يا اما QR كود ريدر او تدخل على المكنه اللي انت بتاخد منها الرقم وتدخل رقم موبايلك. بعدها هيظهر ميعاد الحجز بتاعك وكمان الخدمه اللي انت طالبها. هتدوس اوكي وهتدخل على طول. ومش هاكد عليك تاني، لازم تكون هناك بالدقيقه علشان ميعادك ما يتلغيش، وبكده تكون خلصت من زحمه البنوك والقعده هناك بالساعات. وهسيب لك لينك الحجز بتاع بنك الاهلي. ابعت الفيديو ده لكل اللي حواليك علشان يستفيدوا منه.